الدبور الأسود. قصة طائرة بحجم الأصبع وراء الخسائر الفادحة لروسيا في أوكرانيا. تسبب الدبور الأسود أو الطائرة المسيرة بلاك هورنت في خسائر فادحة لروسيا خلال حربها الجارية في أوكرانيا، نظرا لما يمثله هذا السلاح المتطور من مخاطر على الجنود الروس. فما هو الدبور الأسود؟ الدبور الأسود هو طائرة صغيرة في حجم الإصبع طورته شركة فيلير سيستمز للجنود بهدف معرفة التهديدات المحتملة في محيط الاشتباك. ويرجع تطوير الدبور الأسود إلى أبريل 2008، حيث مر بعدها بعدة رحلات تجريبية وجميع أنواع الاختبارات قبل الدخول في مرحلة الإنتاج أوائل عام 2012. ما هو الدبور الأسود؟ الدبور الأسود عبارة عن طائرة متناهية الصغر، طولها 10 سنتيمتر وعرضها 2.5 سنتيمتر وتزن 18 جراما، وهي مزودة ب3 كاميرات تعطي المشغل صورا ثابتة وفيديوهات بالحركة الكاملة. كما أن الطائرة مزودة بأنظمة الرؤية الليلية ومستشعرات الأشعة تحت الحمراء طويلة الموجة التي يمكنها نقل البث الحي أو الصور الثابتة عالية الدقة عبر رابط بيانات رقمي بمدى 1.6 كيلومتر. ويمتلك الدبور الأسود أيضا القدرة على الطيران في بيئات لا تحتوي على نظام تحديد المواقع العالمي، ويستطيع التحليق لنحو 25 دقيقة بسرعة قصوى تصل إلى 21 كيلومتر في الساعة. كيف يعمل الدبور الأسود؟ يعمل الدبور الأسود بواسطة بطارية صغيرة جدا قابلة لإعادة الشحن، حيث تم تصميم البطارية لتتماشى مع كل من الدوارات الأفقية والعمودية المثبتة على الطائرة بدون طيار. ويتم التحكم في الدبور بواسطة مشغل أرضي باستخدام جهاز يشبه عصا التحكم، وتتيح التكنولوجيا الموجودة على متن هذه الطائرة المسيرة بدون طيار للمشغل التحكم فيها من مدى يصل إلى 1000 متر. ما فائدة الدبور الأسود؟ وتساعد الطائرة العمودية الصغيرة التي يتم التحكم فيها عن بعد في إنقاذ حياة جنود الخطوط الأمامية عبر تقديم دعم استخباراتي والمراقبة والاستطلاع للقوات المسلحة في المهمات الحرجة، وفقا لمجلة آرمي تكنولوجي الأمريكية. من يمتلك الدبور الأسود؟ وتمتلك هذه النوعية من الطائرات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وتركيا والنرويج وهولندا وبولندا والهند.